اسمي روان. عمري 28 سنة. تزوجت منذ 7 سنوات. تقدم لي عدة أشخاص، لكني اخترت الشخص المناسب. لم يكن هناك حب في البداية، لكن بعد الخطوبة تعامل معي برقة واهتمام، جعلني أتعلق به شيئاً فشيئاً حتى أحببته حباً شديداً. بعد سنة من الخطوبة تزوجنا، وبعد 5 أشهر بالضبط حملت وأنجبت ولداً جميلاً. لكن الظروف المعيشية بدأت تتدهور تدريجياً. كان زوجي يعمل في مكان يمنحه راتباً جيداً إلى جانب وظيفته الأساسية، لكنه واجه مشاكل في عمله مما اضطره لتركه، وبقي يعمل بوظيفة واحدة فقط. كان مسؤولاً عني وعن ابني وعن والديه، وكان هذا عبئاً ثقيلاً عليه. كانت مصاريفنا تزيد يوماً بعد يوم، بينما دخله لم يعد يكفي. كدت لا أراه إلا ساعة واحدة في اليوم، وكان يعود منهكاً متعباً، يأكل قليلاً ثم ينام. حبي له زاد عندما رأيت كيف يهتم بوالديه، كيف يحملهما على اكتافيه، وكيف يفضلهما على نفسه. كان هذا يجعله في نظري أعظم من أي رجل آخر. كنت أشعر بوجعه عندما يغيب طوال اليوم، وكنت أستقبله بسعادة، مهيئة له كل ما يحتاجه من طعام ونظام في البيت. كنت أسعى دائما لأن أكون زوجة مثالية تمنحه الراحة. كان حبنا كبيرا وتفاهمنا عميقا، وكل يوم كان يزيدنا قربا. عندما اقترحت عليه أن نؤجل إنجاب طفل ثان حتى يكبر محمود ابننا، رفض بحزم وقال: لابد أن تنجبي وأنت صغيرة، حتى إذا لم ترغبي لاحقاً تكونين تجاوزت هذه المرحلة. أقنعني، وبالفعل بدأنا نحاول، وسرعان ما حملت بولدي الثاني. فرح به كثيراً، لكن المسؤوليات تضاعفت والمصاريف زادت، وهو على حاله. ورغم كل شيء كنت سعيدة بوجوده. كنت أعرف أنني لا أستطيع الاستغناء عنه أبداً. ثم في يوم من الأيام عاد من العمل مهموماً. سألته كعادتي، ألححت عليه حتى فضفض. صاحب المحل الذي أعمل عنده سيصفي المحل ويسافر، وسأفقد وظيفتي التي تعبت فيها سنين. حاولت تهدئته، واقترحت أن يبحث عن عمل آخر، لكنه قال إنه لن يجد مثل هذا الراتب في مكان آخر. وبعد يومين عاد فجأة مبتهجاً: لقد أقنعت صاحب العمل أن يأخذني معه في سفره. صدمت. قلت له: كيف سأعيش بدونك؟ قال: سأرسل لك المال، ستعيشين أنت والأولاد في راحة، فقط تحملي قليلاً من أجلي ومن أجل أطفالك ووالدي. لم أستطع الرد. شعرت أن العالم ينهار من حولي. في اليوم التالي قال لي: أريدك اليوم أن تجلسي معي أطول فترة ممكنة، لأنني مسافر غداً. بكيت بشدة، لكنه شجعني وأعطاني الأمل. وفي صباح اليوم التالي سافر. هل ستتمكن روان من تحمل غياب زوجها؟ أم أن الوحدة ستدفعها إلى طريق لا تحمد عقباه؟ تابعوا الجزء التالي. بعد أن سافر زوجي، شعرت بفراغ هائل. كنت أتصل به كلما أتيحت الفرصة، لكنه كان مشغولاً دائماً. بدأت أيامي تمر كالكابوس. كنت أستيقظ لأجهز الأولاد للمدرسة، ثم أذهب إلى منزل حماتي لأقضي معها ومع حماي معظم النهار. كنت أشعر بضيق رهيب، لا أستطيع الأكل ولا النوم، وكل ما أردته هو أن يعود زوجي ويجلس بجانبي. حاولت أن أتماسك لأجل الأولاد، لكن الأمر كان فوق طاقتي. كنت أتصل بزوجي لأخبره بمعاناتي، فيقول لي: الكلام لن يغير شيئاً، بل سيزيد همومك، ويغلق الخط. كنت أشعر أن الدنيا تضيق بي. في أحد الأيام وأنا عائدة من السوق، طلبت مني حماتي شراء أشياء غريبة، لكني لم أناقشها. كانت حماتي ستاً كبيرة، لا تستطيع الحركة جيداً، تعاني من آلام في قدميها، وصحتها العامة متردية. زوجي له أختان متزوجتان وتسافران مع أزواجهما
منذ 3 سنوات، لا نراهما إلا في الإجازات. في تلك الفترة تعب حماي فجأة، أصابه ألم شديد في ظهره. اتصلت البنات وأرسلن علاجاً خاصاً عبارة عن زيت ومرهم، وقالوا إنه يحتاج إلى مساج يومي على الظهر ليتعافى. في صباح اليوم التالي دخلت علي حماتي وقالت: يا بنتي، خشي اعملي مساج لحماكي بالعلاج ده، لأن إيدي بتوجعني ومش قادرة أقف على رجلي. ترددت للحظة، لكني أجبتها: حاضر. دخلت غرفة حماي وأنا أشعر بارتباك شديد. حاولت أن أضع يدي على ظهره لأبدأ بالمساج، لكن يدي بدأت ترتعش. كان حماي يشعر بارتباكي، لكنني ضغطت على نفسي وأكملت المهمة بسرعة. بمجرد أن انتهيت، ركضت إلى شقتي وأغلقت بابي على نفسي. شعرت بالذنب والارتباك. لم يكن الأمر طبيعياً. حاولت الاتصال بزوجي، لكنه لم يرد. ازدادت حالتي سوءاً، فنزلت لأنجز بقية أعمالي، لكني كنت متوترة وعصبية مع الجميع، حتى مع أولادي. وبعد أن هدأت قليلاً، اتصلت بزوجي وبدأت أصرخ فيه باكية: متى ستعود؟ لقد مضى أكثر من عام وأنا لا أتحمل. حاول تهدئتي بكلماته المعتادة: أنا هنا من أجل مستقبل أولادك. ومرت الأيام على هذا المنوال. كنت كلما شعرت بضيق أتصل به ويقول لي نفس الكلام. ثم بدأ حماي يطلب مني تكرار المساج بين الحين والآخر، بحجة أن زوجته لا تستطيع فعل ذلك. كنت أفعلها وأنا أشعر بالحرج، لكني لم أجرؤ على الرفض. هل ستستمر هذه العلاقة المحرجة بين روان وحماها؟ أم أن الأمور ستتطور إلى ما هو أبعد مما تتخيل؟ اكتشفوا في الجزء التالي. مرت 1 وشهران على سفر زوجي، وأنا لا أزال أعاني من غيابه. في يوم من الأيام شعرت بضيق شديد، فقررت الذهاب إلى بيت أهلي. قضيت اليوم كله معهم، ثم عدت في اليوم التالي إلى بيتي مباشرة دون أن أمر على حماتي وحماي كما كنت أفعل عادة. كنت متعبة وأردت فقط النوم. في حوالي الساعة 2 صباحاً وأنا جالسة مع أولادي في شقتنا، فوجئت بحماي يقف أمامي فجأة. لم أسمع أي جرس ولا أي صوت. شعرت بالخوف أولاً، وظننت أن شيئاً أصاب حماتي. قلت له بقلق: في إيه؟ حماتي بخير؟ قال: لا، كل شيء بخير. أنا فقط طلعت أطمن عليكم. أشوفكم جيتوا ولا لسه؟ لكني انتبهت فجأة أنني لابسة ملابس غير لائقة، فأسرعت لأغيرها. عدت وسألته: إزاي دخلت كده من غير ما تطرق الباب؟ اكتشفت أنه يحتفظ بمفتاح احتياطي لشقتي، وكذلك حماتي لديها مفتاح آخر، وكان زوجي قد أعطاهما إياهما منذ سنوات تحسباً لأي طارئ. قلت له: كان المفروض تدق الجرس. قال معتذراً: ما كنتش أقصد، نسيت إنكم جيتوا من غير ما تعدوا علينا. ثم تغيرت نبرته وقال: أنا حاسس بيكي متضايقة من فترة طويلة، ومش عايزة أتكلم معاكي في حاجة، لكن غياب زوجك تعبك جامد. شعرت أنه يتحايل علي لكي أفضفض، لكني كنت بحاجة شديدة للحديث. انهارت باكية وقلت: أيوة، أنا متضايقة جدا من غيابه. بدأ يهديني بكلمات لطيفة. قال لي: ما تزعليش، هو بيسافر عشان خاطرك وخاطر أولادك. انظري، من ساعة ما سافر تحسنت أوضاعنا المالية، بقى في فلوس زيادة، وإحنا بنوفر للأولاد مستقبل أحسن. جلس يمسح دموعي ويواسيني. شعرت بارتياح نفسي كبير بعد أن أخرجت ما بداخلي. قال لي: أنت عزيزة علينا وبنتي الغالية، وما استحملش أشوفك متضايقة. شكرته وشعرت بامتنان، ثم غادر إلى شقته بالأسفل. في الصباح الباكر سمعت طرقاً على الباب، فإذا به يقول: يلا يا روان، هتتأخروا على المدرسة. كنت متعبة جداً، وأردت الذهاب إلى الطبيب لأطمن على صحتي. فجأة تفاجأت بحماي هو من جهز الأولاد وألبسهم وأوصلهم إلى المدرسة، ثم رافقني إلى الطبيب. بعد الكشف أخبرني الطبيب أن تعبي النفسي بسبب غياب زوجي هو سبب معظم أعراضي.
قال لي حماي: خليني أساعدك، مش هقدر أشوفك تتألمي كده. شكرته من كل قلبي. هل سيبقى دور حماي في حياتها مقصوراً على المساعدة فقط؟ أم أن القرب المستمر سيخلق مشاعر لا يمكن السيطرة عليها؟ تابعوا الجزء الرابع. بعد تلك الليلة، تغيرت معاملة حماي معي تماماً. أصبح أكثر اهتماماً وحناناً. في اليوم التالي، عاد من السوق ومعه هدايا كثيرة لي وللأولاد وأيضاً لحماتي. أحضر لي أشياء كنت أحتاجها بشدة، لكني لم أكن أفكر في شرائها بسبب حالتي النفسية المتردية. شعرت بسعادة غامرة وتعلقت به أكثر مما ينبغي. كان حماي يملأ الفراغ الذي تركه زوجي في حياتي. بدأنا نخرج معاً، نتنزه مع الأولاد، نذهب للتسوق، ونقضي أوقاتاً جميلة جداً. كنت أشعر بالرضا والاطمئنان بجانبه. كان رجلاً لطيفاً، حنوناً ومتفهماً. كنت أعرف أن هذا خطأ، وأن مشاعري لا يجب أن تتجه إليه، لكن الفراغ كان كبيراً، والوحدة كانت تأكلني. مرت الأيام، وكل يوم كان يزيد قربنا من بعضنا. أصبح حماي هو سندي وملاذي. كان يحضر لي الطعام إذا مرضت، يجلس بجانبي إذا شعرت بالضيق، ويقضي ساعات طويلة مع الأولاد ليريحني. لم نكن نتحدث في الأمر صراحة، لكن المشاعر كانت تتطور بيننا ببطء شديد، دون أن نخطط أو نتوقع. وفي أحد الأيام، اتصل بي زوجي مصادفة بينما كنا في نزهة. سألني أين أنا، فأخبرته أني خارجة مع والده والأولاد. فوجئت به ينرفز ويقول: إزاي تخرجي من غير ما تقعدي في البيت؟ إزاي تسيبي حماتي لوحدها؟ حاولت أشرح له أن حماتي كانت نائمة ولا تريد الخروج، لكنه قال بحدة: ما ينفعش تخرجي كده حتى لو معاه. شعرت بالغضب والإحباط، وتجادلنا قليلاً. بعد المكالمة، شعرت بتعب شديد. حماي بقي بجانبي طول اليوم، وأصر على أن يرافقني أنا والأولاد حتى ننام. في تلك الفترة، بدأت صحة حماتي تتدهور فجأة. تعبت تعباً شديداً، وأخذناها إلى المستشفى، لكن حالتها كانت تسوء يوماً بعد يوم. اتصلت بزوجي وأخبرته. ظننت أن هذا سيدفعه للعودة، لكنه قال إنه لا يستطيع ترك عمله. كانت حماتي تزداد سوءاً، حتى وافتها المنية بعد أسابيع قليلة. كان حماي مدمراً، بكى عليها كثيراً، وكان يحدثني عن ذكرياتهما الجميلة، وكيف كان يحترمها ويخاف أن يجرح مشاعرها طوال حياتها. سألته: ليه ما اتجوزتش تاني بعد ما تعبت هي من زمان؟ قال: ما كنتش هقدر أزعلها، كانت غالية عندي، وكنت دايما براعي مشاعرها. أحببته أكثر وأكثر بسبب هذا الوفاء. بعد وفاتها، انتقل حماي للعيش معنا في شقتنا. لم نعد نتركه بمفرده، كنا نأكل ونشرب معا، وزوجي كان يوصينا به كل اتصال. ومع كل هذا القرب اليومي، هل ستبقى العلاقة بين روان وحماها ضمن الحدود؟ أم أن لحظة ضعف واحدة قد تغير كل شيء إلى الأبد؟ اكتشفوا في الجزء الخامس. بعد أن انتقل حماي للعيش معنا، أصبحت المسافات بيننا تتلاشى أكثر فأكثر. كنا ننام تحت سقف واحد، ونأكل معا، ونربي الأولاد سويا. كان كل شيء يسير بشكل طبيعي، لكن المشاعر بداخلي كانت تكبر كل يوم. كنت أعرف أن هذا خطأ فادح، وأن زوجي المسكين لا يستحق ذلك، لكن الفراغ الذي تركه كان يدفعني إلى حماي بشكل لا إرادي. أما حماي فكان يبدو هادئاً من الخارج، لكن عيونه كانت تفضحه. كان ينظر إلي بنظرات مختلفة، ويعتني بي بطريقة تزيد عن حدود حماته. كان يمسك يدي عندما أمرض، يربت على كتفي إذا شعرت بالحزن، ويجلس بجانبي لساعات طويلة نتبادل أطراف الحديث. كنت أبحث عن أي عذر لأكون بقربه، وهو كذلك. في إحدى الليالي، كان الأولاد نائمين،
وجلست أنا وحماي نشاهد التلفاز. كنا متعبين والمنزل هادئ. فجأة وجدت يده تلمس يدي. ارتجفت، لكنني لم أسحبها. نظر في عيني، ورأيت فيه شيئا لم أره من قبل. حاولت أن أتماسك، أن أذكر نفسي أن هذا حرام، وأنه والد زوجي الذي أحبه، لكنني كنت في لحظة ضعف شديد. تحدثت همسات بيننا، كلمات لم تكن من جيدي أن تقال. ثم حدث ما لم أكن أتخيله أبداً. اقترب مني وقبلني. حاولت أن أدفعه، لكن جسدي خانه. في تلك الليلة تجاوزنا كل الحدود. حدث ما لا يمكن أن يغتفر. بعدها شعرت بالذنب والندم، لكن الأمر كان قد حدث. ظننت أنها ستكون ليلة ضعف لن تتكرر، لكن بعد أسابيع فوجئت بأعراض الحمل تبدأ في الظهور. صدمت نفسي. قلت: مستحيل، من مرة واحدة فقط. لكن الاختبارات أكدت الأمر. أنا حامل. ارتعدت فرائصي. كيف سأخبر زوجي؟ كيف سأشرح له حملاً بعد أكثر من سنة من سفره؟ سيكون مستحيلاً أن يصدق أن الجنين منه. أخبرت حماي بالأمر، فشحب وجهه. قال لي بصوت متهدج: لا يمكن أن نستمر في هذا الحمل، سيفتضح الأمر. قررنا أن أذهب إلى طبيب لأجهض الجنين سراً. كان هذا هو الحل الوحيد لإنقاذ سمعتنا وسمعة العائلة كلها. هل ستنجح روان في إجراء الإجهاض دون أن يعلم أحد؟ أم أن القدر سيضع عقبات أكبر في طريقها؟ وماذا ستفعل عندما يعود زوجي ويطلب منها إنجاب المزيد من الأطفال؟ تابعوا الجزء الأخير. ذهبت إلى طبيب متخصص في عيادة بعيدة بعد أن أوصاني حماي بألا أخبر أحداً. كان قلبي يدق بسرعة وأنا أدخل العيادة، وأنا أرتجف من الخوف والذنب. كنت أعرف أن ما أفعله خطيئة كبرى، لكنني لم أجد مخرجاً آخر. كان حماي ينتظرني بالخارج، وجهه شاحب ويداه ترتجفان. دخلت على الطبيب، امرأة في منتصف العمر. سألتني عن تاريخي الصحي وعن سبب رغبتي في الإجهاض. تعلمت أن أكذب. قلت لها إن الحمل جاء في وقت صعب، وإن زوجي مسافر ولا يستطيع تحمل طفل آخر. نظرت إلي بنظرة شك، لكنها وافقت على إجراء العملية. أجريت الفحوصات اللازمة، ثم أخبرتني الطبيبة أنها ستستخدم أدوية لإنهاء الحمل في مرحلة مبكرة. أعطتني جرعات محددة، وطلبت مني أن آتي بعد أسبوع للمتابعة. خرجت من العيادة وأنا في حالة ذهول. حماية سألني: حصل إيه؟ قلت له: هاخد أدوية وهنخلص من المشكلة. بدأت بتناول الأدوية، لكن جسدي لم يستجب بشكل جيد. شعرت بآلام مبرحة ونزيف حاد. بعد يومين لم أعد أستطيع الوقوف. اتصل حماية بالإسعاف ونقلوني إلى المستشفى. كانت حالتي خطيرة. أخبرني الأطباء أن الأدوية تسببت في مضاعفات، وأن الرحم تأثر بشدة. بعد محاولات طويلة لإنقاذ الوضع، قال لي الجراح: لا حل أمامنا سوى استئصال الرحم، وإلا ستفقدين حياتك. انهارت تماماً. هل هذا هو ثمن خطيئتي؟ أن أفقد القدرة على الإنجاب إلى الأبد؟ وافقت وأنا أبكي، وأجريت الجراحة. استيقظت بعد العملية وأنا أشعر أن جسدي خال من الداخل، وأن جزءاً من هويتي قد سلب مني. بعد عدة أشهر عاد زوجي من سفره. كان سعيداً مليئاً بالحماس، يحمل الهدايا ويخطط لمستقبلنا. أول شيء قاله لي: حان الوقت يا روان، نرزق ببنت أو ولد تاني. الأولاد كبروا وعاوزين إخوة. تجمد الدم في عروقي. كيف سأخبره أنني لا أستطيع؟ كيف سأقول له إن رحمي قد نزع؟ كلما حاولت أن أفتح فمي تخنقني الدموع. أصبحت أتهرب من الحديث، أغير الموضوع. أقول له: بكرة إن شاء الله، وهو لا يزال يضغط علي، يخطط لعدد الأطفال الذي يريده. وحماي أصبح يتجنب النظر في عيني، ويعيش في صراع داخلي رهيب.
الآن كل يوم أستيقظ على سؤال زوجي: إمتى حتبدأي تاخدي حمض الفوليك عشان نحاول؟ وأنا أكتم سري الثقيل وأتساءل: إلى متى يمكنني أن أكذب؟ وماذا سيفعل عندما يكتشف الحقيقة؟ ماذا ستفعل روان عندما لا تستطيع إخفاء الحقيقة أكثر؟ هل ستعترف بكل شيء وتدمر أسرتها؟ أم ستبتكر كذبة جديدة لتغطي على كذبة قديمة؟ القرار بيدها، لكن الثمن قد يكون أغلى مما تتخيل.